السلام عليكم متابعات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ونلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو باتم الصحه والعافيه ان شاء الله. واليوم غادي نشارك معكم طريقه جديده للفطيله ديال الدجاج حلوه، المكونات اللي زوينه بزاف وجديده، شي حاجه جديده اللي غادي تحمر لك الوجه ان شاء الله مع الضياف، وغادي تعجب الجميع ان شاء الله. ونتمنى الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا مع المقادير ومع المراحل ديال هاد الفطيله مرحله بمرحله. ما غاديش نطول نقصر الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه كلها ان شاء الله، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غادي نبدا دابا ان شاء الله معكم المكونات. بالنسبه للمكونات، هنا عندنا الدجاج، انا خديت هنا 3 ديال الدجاجات. كيف ما كتشوفوا غسلتهم، مقطعين، مزوله لهم جلده، موصولين بالطريقه المعتاده ديال الحامض وديال هذا، راه كلشي تبارك الله تعرف الدجاج. بالنسبه للتوابل، هنا عندي هنا الملحه، عندي هنا القرفه. بالنسبه للملح ما تنديرش بزاف لان سميتو ديجا راه غاسله الملح، غاسله الدجاج بالملحه. سكينجبير، عندي هنا الابزار، عندي السمن البلدي الحر، عندي هنا الخرقوم كيف ما كتشوفوا، عندي الزعفران العادي الصناعي. بالنسبه لهاد الضويمات هادو، كيف ما كتشوفوا هاد الضويمات، الا عندكم الزعفران الشعره يمكن لكم تعوضوه بهاد الضامه ديال الزعفران الشعره، ولا ما كاينش حتى هما راهم تما كيجيو يعطيو نتيجه زوينه. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه هنا غادي نزيد معكم سنيده، معلقه سنيده. كيف ما كتشوفوا تما عندي كاس الماء. الملحه هي التاليه، راني غلطت في المكونات من الاول. بالنسبه للطريقه، غادي نخلطوا ديك التوابل كلهم، وغادي نبدا نشرمل ديك الدجاج ديالي كله، غادي نشرملو بطريقه عاديه، وغادي نوضعو في الطنجره هنا وغادي نخليه. غادي نرد عليه ديك الشرموله كيف ما كتشوفوا، من بعد غادي نوضعو فوق هذيك البوطه، غادي يبدا يطيب. غادي نخليه يطيب حتى كيدخل الطياب بلا زيت، ما كنديرو لا زيت لا حتى شي حاجه. غادي ندوز هنا ان شاء الله. بالنسبه للوز، عندي هنا كيلو الا ربع د اللوز. يمكن لكم ديروا كيلو ولا تنقصوا على حسب الاستطاعه الانسان، يعني ماشي ضروري ديروا هاد كيلو الا ربع ولا هكا. المهم كيف ما كتشوفوا هنا، غادي نقيه وغادي نغسلو مزيان، وغادي نخليه يستقطر، ومن بعد غادي ندخلو للفران. لان هنا الطريقه باش قلت لكم بطريقه ان شاء الله بطريقه جديده، ماشي الطريقه اللي كنفسخوا فيها اللوز ونحمروا، هذه طريقه جديده. غادي نخليه يستقطر وغندخلو للفران. من بعد غادي ندوز هنا للطنجره. بعد ما تشحر ليا هنا الدجاج بدا دخلو الطياب، غادي نضيف له نص كاس الا ربع ديال الزيت، غادي نضيف له مسكه حاره، تقريبا شي 4 بصلات هكاك مشلضين، غادي نضيفهم حتى هما، وغادي نخليه حتى يكمل طيابو. من بعد غادي نخرجو، غادي نصفيه، نخليه يقطر كيف ما كتشوفوا الطريقه. وغادي نضيف الكميه اللي بقات لي البصله. بالنسبه للكميه البصله، انا كنت درت البصله 4 كيلو، المهم غادي نخليها هنا حتى طيب. غادي نضيف لها المعدنوس، القرفه، المهم القرفه والمعدنوس على حسب الكميه ديال البصله، ومعلقه كبيره ديال السمن. من بعد ما تشحرات ليا البصله وطابت، ضفت سنيده على حسب الذوق. يمكن لكم كل واحد كيدير على حسب الحلاوه اللي تيبغي، انا ما تنبغيهاش حلوه بزاف. غادي نخليها هكا حتى كتوقف في زيتها، ومن بعد كنضيف البيض. بالنسبه لكميه البيض، انا درت هنا 10 البيضات، يمكن لكم تضيفوا حتى اكثر، 12 ولا على حسب كل واحد ما قدكم شنو تيبغي. المهم انا مبغيتش ندير كميه كبيره د البيض، ضفت شويش ديال القرفه باش كتبدل ديك الزفوره ديال البيض. يمكن لكم نديروا معها ساشيه ديال هذيك الفاني ديال الزهر حتى هو كيجي مزيان. وبالنسبه للبيض هنا، غادي نبدا نضيف غير شويه بشويه. من بعد ما طربته هكاك، غنبدا نضيفو على هاد البصله اللي عندي بشويه بشويه، ما نضيفوش في خطره واحده، لان ضفناه في خطره واحده راه البيض كيرجع لنا بحال طايب، كيجي مفرتل تما في البصله، تيجي باين. بهاد الطريقه هادي كنضيفو شويه بشويه، نبداو نحركو، ما تيجيش كاع باين بان فيها البيض. غادي نستمر بهاد الطريقه هادي حتى قلت لكم حتى كيطيب ليا داك البيض، وكنحس به نشف، ما بقاتش هكذا ما بقاتش زعما جاريه، كتكون عقدت. المهم هي خصها شي ديال المجهود، ولكن الحمد لله ملي كتصوبي الحاجه بالخاطر وهذا تكون النتيجه مزيانه. وصدقوني والله القسم تتجي غزاله وفنه، وجربوها وعاد تشوفوا ان شاء الله. بالنسبه لهنا، من بعد ما خليت البصله ديالي تقطر، دزت هنا المشماش، خديت 100 غرام د المشماش، وغادي نسلقها بالطريقه المعتاده. غليت الماء وضفتها كتسلق شويش هكا،
كيف ما كتشوفوا هنا عندي الدجاج ديالي من بعد ما استقطر وفردتو هكايا بطريفات صغارين، ما تنديروش طراف كبار باش ملي تيلي تيعض العضه ما تجيش كبير، طروفه كبار. هنا البصله ديالي ها هي حتى هي تتقطر كيف ما كتشوفوا، كتجي واقفه تبارك الله عاقده. هي خصكم ما تخليوش فيها الماء، لان الا خليتو فيها الماء كتعذبكم. بالنسبه هنا غادي ندوزو لطريقه اللوز. هذا هو اللوز اللي قلت لكم دخلته الفران حمرته بلا زيت بلا حتى شي حاجه، كنحمر هكا بقشورو. غادي هنا عندي المشماش اللي سبق وسلقته حتى هو كيف ما كتشوفوا هاد الطريقه هادي. وهذا المكون هذا اللي مكون غادي يجيكم شويش غريب ولكن صراحه زوين، تعطينا التعليكه للبسطيله. هو القشور ديال الليمون معسل حتى هو 100 غرام. وبالنسبه لتما عندي كريم نيسلي كراميل غادي نخلط به. اول حاجه هنا غادي ناخذ الهاشوار ديالي وغادي نضيف فيها هذا اللوز هذا. غادي باش نطحنو كيف ما كتشوفوا. ما بغيتش نسرع لكم الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل تشوفوهم، باش حتى اللي بغى يجربها هكا يعرف الطريقه كيفاش. غادي نضيف هنا السكر. كيف ما قلت لكم السكر تيبقى على حسب الذوق. انا كيف ما كتشوفوا انا درت 1 2 3 ديال المعالق ديال السكر. يمكن لكم يمكن لكم بغيتو كثر ديروا كثر. الهاشوار ديال ما حتى ما تيبقاش كيجيناش غير هاشي شويش كنخليوه مطحون. وعلى هاد الطريقه الشكل هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا. غادي نوريكم بالتفصيل وسمحوا لي على هاد الهضره، بحال راك عارف الانسان ملي تيغيب على التصوير داكشي تيبقى الهضره تتلفلو، ولكن نتوما العزاز عليا وتتقبلوا مني اي حاجه ولا لا يخطكم عليا كيف ودابا ان شاء الله غادي نطحن المشماش دفت معاه ديك القشور ديال البرتقال وطحنتهم. وغادي نبدا نجمعهم بهذا نيسلي كراميل. غادي نبدا نجمعهم حتى كتحصل على ديك العقده ديال اللوز كتعلق ليا كتجي مجموعه شويش. المهم انت غتشوفوا هنا جاني الصحن شويش صغير. المهم غادي نجمعو ديك الساعات غادي نوريكم شنو كاين. وبالنسبه هنا خديت 2 معالق تقريبا ديال الزبده ودرتهم على البوطه حتى رجعوا نوازيط. وغادي نضيفهم حتى هما لهاد اللوز هذا باش حتى هما غادي نجمعهم بهم. كيجي ديك المذاق ديال الزبده نوازيط كيجي مذاق زوين بزاف، كيتواتى مزيان مع المشماش وهاد القشور كتجي مذاق رائع وتيجي غزال. وصدقوني راه اللي كلاها ما يعرفش شنو دايره فيها، والله القسم اللي كلات يقول لك شنو المكونات اللي دايره فيها. يعني تيجي واحد المذاق رائع وتيجي مذاق جديد ماشي ديك المذاق اللي تعودنا عليه ديال اللوز مقلي، يجي زوين بزاف. وهنا اعزائي المتتبعات غادي نبدا نخلط المقادير اللي عندي. خديت ديك البصيله ديالي كيف ما كتشوفوا قاطره، ضفت عليها الدجاج. غادي نخلط هاد المكونات هادو كلهم باش داك الدجاج ما تيجيبقاش ناشف، تيشرب لنا ديك البصيله ديك المرقه اللي فيها. هنا عندي الخليط ما بين الزبده والزيت مخلطاهم. الزبده دائما كتكون زبده نواضت ماشي كنخلي، لان خلينا فيها داك الحليب ديالها كتغوى ديك الورقه ما تجيش الورقه تبقاش مقرمشه، كتبقى ملي كتبرد ديك الورقه صافي كتولي بحال مرخيه. هذا هو اللوز ديالي اللي سبق لي وشاركت معكم الطريقه ديالو. دابا ان شاء الله غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله المرحله ديال الطي ديال البسطيله. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نسرح هكا الورقه ديالي. وغادي دهنت الصينيه ديالي بالزبيده او دهنوها غير بالزيت راه ما تتلصقش. غادي نبدا نوضع الورقه ديالي بسطاله، ورقه غزاله ما شاء الله، الله يعطيها الصحه. وكتساعدك ملي كتكون الورقه زوينه والله تتساعدك وتجي حتى ملي تطيب تجي المذاق ديالها غزال، تزيد تعطيك ديك الدال ديك البسطيله. المهم هنا غادي ندير الورقه ديالي ودائما كيف ما تنشارك معكم الورقه البسطيله ديما الجهه اللي كتكون هكا حرشه تتكون هي اللي من الداخل. غادي نفرش هكا الورقه ديالي على حسب انا غادي ندير شنو غندير فيها الورقه بزاف، لان غادي نبدل الطريقه ديال الطويان. اول حاجه كنضيف هنا ديك الحشوه ديال الدجاج والبصله هو الاول، كنقادها وكنجيها مقاده في الجناب ماشي جهه تجيني طالعه وجهه تجيني هابطه، تنقادها مزيان باش تجيني كلها قياس واحد بهذه الطريقه هذه. وراه بصراحه طريقه سهله، غير الانسان ما خصوش يتخوف ويزعم على اي حاجه. ولو الانسان يجرب غير بنص دجاجه هكا وداكشي، المهم يجرب حويجه ديال الدار ما كاينش ما احسن منها. وهلا حشمنا ونطلبوا ربي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وشكرا بزاف للاخوات الغاليات اللي تشجعوني
بكلامهم الطيب وكلام ديال الخير، والله يجازيكم بالخير. وما تنساونيش من هذا المنبر هذا تدعموني بالاشتراكات ديالكم وتبارطاجيو معايا القناه ديالي باش نتشجع حتى انا، ونهار كنبدا ننزل هكا فيديوهات للاستفاده ليا وليكم. وهذا الشيء ما كان كيف ما كتشوفوا اعزائي. من بعد ما طويت ديك البسطيله درت فيها داك الطبسيل هذاك باش انا باغيه ديك الخويه تجيني هكاك بسطيله خاويه. هنا غادي ندوز بالنسبه للبريوات. انا خديت من داك اللوز خليت منه شويه، داك اللوز اللي مخلط بالمشماش وقشور البرتقال. غادي ندير هكا بريوات صغيورين هادو للتزيين، كيبقاو اختياريين. المهم ديك بالنسبه للزين تيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو شنو كيبغي. وهنا اعزائي طريقه جديده غادي نوريها لكم. كيف ما كتشوفوا هنا خديت ورقه ديال الروز راه متواجده في لي غرونز هادوك بحال دابا مثلا لي سوبر مارشي كبار راه موجوده فيهم، راه زوينه تتجي غزاله. المهم انا نديرها غير للديكور، راه هذه حتى هي يمكن نعمرو بها دابا ان شاء الله نشارك معكم وصفات. كيف ما كتشوفوا هنا تنغطسها في الماء على ما كتطلق راسها، وكنوضعها فوق الفرن الكاغيط ديال الفرن بهاد الطريقه هذه. وكنسرحها لان راه شويش هي كتقطع ولكن غير ساعدوا معاها. غادي ندخلها للفرن حتى غير على ما كتشمع ليا شويش، على ما كتجي تخليها تتقرمش غير شويش. كيف ما كتشوفوا اعزائي هذه هي البسطيله ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن. هنا خديت اللوز والكركاع لاكاجو، ممكن يبقى داكشي الفواكه على حسب اللي عندكم. خديت المشماش اللي عسلت حتى هو. سمحوا لي ما شاركتش معكم هذا الطريقه المقطع هذا، راه غير تلف ليا في المونتاج. كيف ما كتشوفوا هذه طريقه الزين. غادي نضع ديك الفواكه اللي عسلت وديك الورقه اللي درت في الفرن، ديك الورقه ديال الروز غادي نوضعها. هذه كتبقى كتزيين لكم الاختيار، ولكن هذه الطريقه جديده عاوتاني كنبدلوا شويه المنظر. كنغطي بها هذيك الفواكه باش تبقى بحال سوربريز. الانسان كيعرف شنو كاين تما من تيحلها عاد تيعرف شنو كاين ديك البليصه شنو فيها. المهم زينتها بهكا بالطريقه باللوز ايفيلي. ومن بعد ضفت لها ديك البريوات اللي سبق لي وشاركت معكم. البريوات قليتهم في الزيت وعسلتهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش باللايكات وتبارطاجيو القناه ديالي. وانا اختكم راكم الاعزاء ديالي المتتبعات ديالي اللي عارفيني، وكنطلب الله لا يحشمني معكم هادشي ما كان، ونكون عند حسن الظن ديالكم. ونتمنى تساعدوني باش نزيد لقدام ونقدم راه كاين الحمد لله موجود ما هكا نشارك معكم، ولكن غير نظرا لضيق الوقت وداك الشيء. ولكن الا لقيت التشجيعات ديالكم والتحفيزات ديالكم غادي نسمح في كل شيء، غنسبق هكا باش تستافدوا معايا ونشاركوا ان شاء الله شحال من حاجه للاستفاده. وهلا يحشمنا هذا الشيء ما كان. ونطلب الله الصحه والعافيه والسلامه هي كل شيء. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وغنخليكم مع هاد المقاطع هذه ديال البسطيله تجي رائعه، ونتمنى تجربوها. هذا مكان، والى اللقاء ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.